بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني أنا أغتنم هذه الفرصة أول حاجة لتقديم التعازي لأخي الكبير عدنان درجال على وفاة يعني الأخ ديالو. إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني وكلنا يعني معه يعني قلبا وقلبا. طبعا في حالة الكل عارف على أنه في هذه الجولة المقبلة المنتخبات كلها قوية. تحدث فنيا بداية، أين شعرت أن هناك مواطن خلل في أداء المنتخب في هذه المباراة؟ السؤال الثاني، تعليقك على 3 ركلات جزاء، هل بتحمل الحكم مسؤولية أو هل تعتقد أنهم كانوا صح أو في منهم ولو واحدة صح أو 2 أو شو اللي صار؟ في مسرح صغير بإضاءة خافتة يظهر حسين عموتة المدرب الرياضي المغربي، وهو يقف وحيدا أمام الحشود الجائرة من الصحفيين والمصورين. ينبثق صوته الهادئ في الهواء المشحون بالتوتر، كما أعرب عن أسفه للخسارة أمام المنتخب القطري خلال المباراة النهائية في بطولة كأس آسيا. يا أسفاه، لم يكن هذا مقصودا، ولكن الهزيمة تحمل في طياتها دروسا لا يمكن تجاهلها. تلاشت ابتسامته في تعبير مقتضب عن الأسف، وكأن كل كلمة تفوح منها رائحة الندم المرير. يتحدث المدرب المغربي عموتة بلغة تخترق القلوب، تروي قصة الحلم الضائع والفرص المفقودة، تجذب الانتباه كالمغناطيس. كانت مجريات المباراة كخيوط السراب، تلتف وتلتوي بلا هدف واضح. يتحدث ببطء متأني مما يعزز وزن كلماته ويجذب الانتباه كلما ازداد الصمت حوله. يتحدث المدرب المغربي حسين عموتة عن رحلة الصعود والهزيمة، وعن الأحلام التي تراود اللاعبين في أوقات النصر والهزيمة. يوجد هذا الفيديو في قناة الصحفي مانجر. يعبر بحرفية عن متاهات الحياة وتعقيدات الرياضة، مما يثير الاهتمام ويخلق التوتر المثير. الضغط الذهني ليس سوى مجرد رياح عابرة تثير الأمواج في بحر العقول. يرفع صوته ببطء متزايد، كلماته تتراقص في الهواء كأوراق الخريف المتطايرة، تحمل معها نبرات الأسف والأمل. وفي الصمت المطبق يعلو صوته مجددا، يروي حكاية العزيمة والتحدي، يختتم بأمل مشرق متجدد. المستقبل يبدو بعيدا ومجهولا، ولكن بثقة وإرادة سنعبر تلك الأمواج ونصل إلى شواطئ النجاح. المدرب المغربي حسين عموتة ينطق بكلمات الصدق والندم، يروي قصة الفرص المفقودة والأحلام المتلاشية، يرفع راية الأمل بين أنين الهزيمة، ويعدهم بغد أفضل، بحلم جديد يتجدد مع كل غروب شمس وانطفاء الأضواء. في هذا المسرح المظلم تتلاشى حدود الزمان والمكان، وتبقى القصة محفورة في ذاكرة الحاضرين. كلمات حسين عموتة تعزف سيمفونية الأمل والهزيمة، تحمل في طياتها روح الرياضة وروح الإنسانية، تجذب القلوب وتثير العقول، تجعل كل من يستمع يتساءل عن مفاتيح النجاح وأسرار الهزيمة. وقال مدرب المنتخب الأردني في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: للأسف مجريات المباراة لم تسر كما خططنا لها، وفي الشوط الأول المنتخب لم يلعب بشكل جيد، وضربات الجزاء كان توقيتها صعبا على منتخب الأردن. وهنأ لاعبي المنتخب الأردني على المستوى المتطور في البطولة، وتقدم بالتهنئة للمنتخب القطري بفوزه باللقب. وأشار إلى أن على لاعبي المنتخب الأردني المحافظة على هذا المستوى الذي قدموه في البطولة حتى يستمر تطور اللعبة في الأردن، لأن لديه مشروعا يسعى من خلاله إلى تطور وتقدم كرة القدم في الأردن. وأن لاعبي المنتخب
لديهم إمكانيات عالية يجب الاستفادة منها في المستقبل. وأكد المدرب المغربي حسين عموتة أن السيطرة على التركيز الذهني للاعبين ليس بيد المدرب، ولكن قد يكون هناك عوامل أخرى محيطة قد أثرت عليهم ووضعتهم تحت الضغط. فضلا إذا كنت لست حاسد لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو ومشاركة هذا الفيديو لأننا نعطيكم الإفادة. فضلا إذا كنت لست حاسد لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو ومشاركة هذا الفيديو لأننا نعطيكم الإفادة.